سنة 37 بنى الخواجة هجوب يعقوبيان كبير الأرمن في مصر عمارة سكنية وسماها على اسمه. الطراز أوروبي والمهندس طلياني. ده حتى الخواجة من كتر اعتزازه بيها كتب اسمه بحروف لاتيني على مدخل العمارة من جوه. سكن العمارة وهي لسه بكر، وزراء، بشوات كبار، خواجات، وحتى كان فيها يهود. كان فيه 2 منهم من عيلة نصير المعروفة. سطح العمارة كان مهول، كان فيه سكن للبواب وأوضة صغيرة لكل شقة لزوم الغسيل والخزين والذي منه. كل حاجة كانت جميلة، البلد كان شكلها جميل، والعمارة كمان كانت جميلة. وقامت الثورة وانتهى زمن البشوات. ولما قامت حرب 56 كانت بداية النهاية للخواجات واليهود في مصر. الشقة اللي تفضى بعد سفر صاحبها كان يخطفها ضابط مهم من ضباط الجيش. بعض زوجات الضباط ما قدروش ينسوا عشقهم لتربية الطيور فوق السطوح، ومفيش مانع الأوض تبقى سكن للخدامات. وطبعاً اتغيرت التركيبة السكانية مع زهزهة الانفتاح. ابتدى الشارع يتغير، محلات غيرت نشاطها في المنطقة كلها، والناس برضو اتغيرت. وزي دخول حضرات الضباط العمارة ما تلف حالها، خروجهم منها جابها الأرض. كانوا اغتنوا بقى، نقلوا المهندسين ومدينة نصر، وبقت العمارة فاتحة لأي حد معاه فلوس. وطبعاً اتغيرت التركيبة السكانية. السطح بقى كامل العدد، الأوضة الواحدة شايلة عيلة بحالها. مش بس العمارة اللي اتغيرت، البلد كلها اتغيرت. 500 مرة أقول لك المكان ده مكان محترم، وعشان تقعد هنا لازم تقعد بأدب. في ناس كتير بتسهر هنا بس تقعد محترم. ولا أقول لك على حاجة، تحب تروح على مكانك؟ أنا أصل كل يوم هنا وعندك 3 جرام. شوف لك مطرح تاني يا نعمان، باشا مستني واحد صاحبه. باشا يؤمر بيرة تاني ولا يحب اغير له المزة؟ لا بيرة ايه؟ البيرة بتنفخ، تخلي الواحد يروح الحمام كتير. طب ما تطلب ويسكي يا باشا. لا ويسكي؟ انا لو خدت ويسكي عندكم هنا هخرج الاقي الدنيا ضلمه، وهتفضل ضلمه على طول. دمك عسل يا باشا. طب ما تروح بارات الفنادق، بارات ال5 نجوم، ما انت قادر. بصي، الخمره مش هي مزاجي وانت عارفه. ما انا لسه بفكر. بس انا مش محتاجه تفكير، هما كاسين هناخدهم مع بعض. بس اذا كان كده يبقى فوت عليك في المكتب، مش كده؟ امتى؟ بكره، بعده، مهم يكون مزاجي رايق. بكره. روح هات الحساب. تحت امرك. ابعت 6 صناديق. بس كتر البيرة عشان عليها ضغط الايام دي. بس ما تاخروش علينا. حساب ترابيزه 9. ايه حكاية ترابيزة 9؟ حيرتونا معاكم، تعاملنا معاهم دغري تقولوا شويه لطافه. راجل محترم وزبون ايده فرطه، فيها ايه لما اتكلم معاه دقيقه؟ بقول لك ايه، انا ما احبش حاجة تحصل من ورا ظهر ابدا. ده هنا بس، لكن بره انا حر. احاسب وارجع لك. طب حاسبي. ايه يا ولد يا طارق؟ انت طالع غبي زي ابوك؟ في حد يمسح السلم في ساعه زي دي؟ يا عوني بيه، السلم ما ينفعش يتغسل غير بالليل، بتبقى الحركه عليه خفيفه خالص، لا حد بيطلع ولا حد بينزل. خلاص انت هتاخد وتدي معانا في الكلام. نشف لنا حته خلينا نروح باب الشقه. تحت امر سعادتك يا باشا. اوعى. انت خدت الثانويه العامه يا طه؟
ايوه ناوي على كلية ايه؟ الحمد لله مجموعي دخلني كليه محترمه، بس انا قدمت اوراقي في كليه الشرطه. انت عايز تبقى ظابط وظابط بوليس كمان يا طه؟ طب ما تبقاش تنسى ترجع الدواسه قدام باب الشقه بعد ما تخلص شغلك. تصبح على خير يا بسيلة. وانت من اهله يا عم حامد. اوعى تنسي التلفزيون مفتوح. ما تخافش. مش كفايه سهر بقى؟ ولا انت مستنيه يا حبيب القلب؟ انت مش عندك شغل الصبح بدري؟ انا سبت الشغل امتى؟ النهارده. وسبتي الشغل ليه؟ ها؟ مش وقته، عايزه اكمل الفيلم. فيلم ايه وزفت ايه؟ هو انا يا اختي مكتوب عليا الهم ليل ونهار؟ قومي قومي يا اختي قولي لي ايه الحكايه، قومي يلا خشي يا اختي. ابوكي ساب لي بدري وساب لي حمل مش قادره عليه لوحدي. ايه؟ سبتي الشغل ليه يا عين امك؟ الراجل صاحب المحل ايده طويله. حرامي؟ في حد بيسرق ماله؟ لا، كان بيمد ايده عليا. بيضربك؟ لا. لا، امال بيمد ايده عليك ازاي؟ بيحسس. عارفه يعني ايه بيحسس ولا مش عارفه التحسيس؟ بكره الصبح نازله ادور على شغل جديد. واحده صاحبتي هتوديني محل ملابس، صاحبه مش مصري شامي، بتقولي متجوز ست زي القمر وعينه مليانه. ايه يا ماما؟ ما خلاص قلت لك فيفي بنت عم سلامه المكواجي واخداني شغل جديد بكره. وايه الفايده؟ ايه الفايده اذا كنتي ما بتعمريش في شغل؟ يعني فرط في شرفي؟ ما حدش قال لك يا اختي فرطي في شرفك، بس الواجب تراعي اخواتك، تراعي الخنقه اللي احنا فيها. البت الشاطره الواعيه هي اللي تعرف ازاي تحافظ على شرفها من غير ما تزعل حد ولا تقطع عيشها بايدها. بقول لك المفتري اللي كنت شغاله عنده فتح سوسته البنطلون. كل واحد حر في هدومه يا اختي، المهم هدومك انت تفضل عليكي. استغفر الله العظيم. نويت رفع الحدث الأكبر والتطهر من كل ذنب. الله أكبر. love you but more can I say I need to tell you more and more every day I love you but more can I say. صباح الخير يا دولة. وراك ايه النهارده عشان كل الشياكه اللي انت فيها دي؟ أمري غريب يا دولة يا أختي، ما أنا طول عمري كده. انا نفسي افهم انت كل يوم بتنزل تروح فين؟ الحمد لله إنك أنت أختي مش مراتي. احنا بالنهار هروح فين؟ هروح المكتب طبعا. شكلك عايزة حاجة. طبعا. وانت بتتمشى في الشارع زي كل يوم تتفرج على الستات. وبعدين معاك يا دولة. يا زكي انا اختك يا زكي. اختك يعني اكتر واحده عارفه انت بتعمل ايه كل يوم. عايزة إيه؟ الخاتم الالماس بتاعي عند بابازيان الجواهرجي بيصلحه، عدي استلمه منه. حاضر. أول حاجة هعملها النهاردة آخد الخاتم وهدفع الحساب كمان. في حالة حرب فين الحياة العادية؟ احنا ممكن نتكلم عن السياحة في شرم والغردقة. هناك النشاط مش بطال والحالة ما فيهاش قلق. أنا عندي موضوع حلو قوي يا ريس. كاتبه ولد جديد تحت التمرين، عامل ريبورتاج هايل عن الشذوذ الجنسي في مصر. الكلام الفارغ ده
شذوذ ايه؟ ده يهم القارئ بتاعنا فيه، احنا 3/4 القراء بتوعنا اجانب. يعني خد عندك مثلا في صفحة التحقيقات موضوع الآثار بتاع تل العمارنة. موضوع جديد، صور حلوة. ده اللي اسمه موضوع مهم. هنعمل ايه في الرياضه يا ريس؟ هي فين الرياضة؟ شوف أي حاجة اكتبها خلاص. فوتبول. الو لوكي وي مكتب السفير الفرنسي. Jean-Mi, ça va bien? C'était bien hier soir, non? خير يا حاج، مش عوايدك يعني تزورنا بدري كده؟ للضرورة أحكام يا شيخ سمان. خير. شوف يا شيخ سمان، أنا بقالي مدة مش عارف أقول إيه. قول يا راجل، أنا سرك، توكل على الله وهو المعين. أنا لغاية دلوقتي في المنام بشوف حاجات حلوة. فضل من الله ونعمة. تصور وأنا في السن ده بحتلم، وإيه؟ في الأسبوع مرة واتنين. اتنين؟ ما شاء الله. يعني ربنا أنعم عليك بالصحة والعافية. المسألة دي مش مرتبطة بسن، ده متنفس طبيعي يحدث بفضل الله لعباد الله الصالحين الذين لا يعرفون طريق الرذيلة. لكن السؤال، هي المدام فين من ده كله؟ الحاجة موجودة، لكن زي ما تقول كده حصل لها زهد في الحكاية دي. بعدين كل ما اجي اقرب منها تقول لي يا راجل اختشي، ولادك بقوا رجاله بشنبات. وحتى لو الحاجه وافقت دي من سني والزمن جبار. المسألة في غاية البساطة. تزوج يا حاج وربنا يكرمك. ما هو ده اللي انا خايف منه. خايف من ايه بالظبط؟ كلام الناس. راجل كبارة زي ما يتجوز دلوقتي الناس تقول ايه؟ قدام شرع ربنا كلام الناس يتداس عليه بالجزم. جرى يا حاج، من حقك تتجوز 4، ده شرع ربنا. والولاد فوزي وقدري ولا حمدي وكيل النيابه. يا حاج عزام، اللي الشرع يسمح بيه ما حدش يقدر يعترض عليه، لا وكيل نيابه ولا وكيل عفريت ازرق. خبر يا حاج، ده شرع ربنا. قلت لك 100 مره اليافطه لازم تتنضف، والنساء الحي لسه ملمعه. وايه ريحه الكمكمه دي؟ افتح الشبابيك. اصل انا بخاف من الدبان. دبان ايه؟ افتح الشبابيك. هو سيادتك عندك اجتماع؟ في اجتماع. احضر المسائل؟ حضر المسائل. على البركة. فيفي، تأمر يا أستاذ. خديها فهميها الشغل هنا ماشي ازاي، وتدربيها بنفسك على كل حاجة. ها؟ أمرك يا أستاذ. أنا متشكرة جدا يا أستاذ طلال، إن شاء الله هكون عند حسن ظن. انما نقول له مين سيادتك؟ رباب، هو عارف. اهلا 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 اهلا. ايه الحلاوه دي؟ خش. اللي يدخل هنا يبقى من اهل البيت على طول. هو ده بيت مكتب، المهم ان هو مكان امن ومريح ودمه خفيف. انا كنت خايف لما نجيش. انا لما اوعد ما اخلفش. وده مين بسلامته؟ ده بابا الله يرحمه. ده شكله باشا بحقه حقيقي. امال انت فاكراني ايه؟ باشا تايواني؟ الصورة دي بابا صورها في بهو القصر الملكي بعد ما حلف في اليمين قدام جلالة الملك. كان أول مرة يمسك فيها وزارة الأشغال العمومية.
عشان كده وافقت اجيلك يا باشا، عشان يبقى في حياتي حاجة افتخر بيها. اسمي في يوم من الأيام عرفت باشا بحق وحقيقي، بدل الهم اللي أنا فيه. واديك بتشوف الأشكال اللي في البار. دمك زي العسل. بس ماليش بخت يا باشا. فين الحمام؟ لما تخرجي كده هتلاقيها على ايدك اليمين على طول. عن إذنك. كله تمام يا سعاده الباشا. انا هغيب ساعتين ثلاثه كده، هقابل ملاك اخويا في موضوع كده يعني بنخلصه. خد راحتك. هو الباب اتفتح واتقفل؟ هو كده بالظبط. انا احب الست العمليه. بصي، انا عرفت الستات بعدد شعر راسي، من الاميرات للخدامات، بشرفي ما شفت زيك. يا راجل بقول لك الباب. باب ايه؟ ده فانوس. خرج، هيتاخر، هيغيب. السلام. هو ده مكتب محاسبة ولا استيراد وتصدير ولا محاماة؟ يعني يهمك قوي في شغلنا اذا كان ده محاسبه ولا محاماه؟ ده مكتب هندسه. انا اصلي مهندس، باش مهندس. أمال يعني مش شايفة هندسة؟ المكتب ده انا عملته بعد ما رجعت من فرنسا. الشهاده بتاعتي من فرنسا. على كده بتعرف فرنساوي؟ ايه اللي بعرف فرنساوي؟ هتعرفي بنفسك قد ايه انا متمكن من الفرنساوي. يا باشا بطلت هندسة ليه؟ البلد دلوقتي مش محتاجه مهندسين، محتاجه صيع حراميه. هو احنا هننام فين يا باشا؟ في اوضه الاجتماعات. الراجل وصل النادي من تلت ساعة. يا عذرا يا ام النعم، ملاك مهما حصل بينه وبين الراجل انت مالكش اي دخل. فاهم يا اخويا. هو عارف اننا هنقابله، هو اللي مدي الميعاد بنفسه، سايب لنا خبر على الباب عشان يدخلونا. ها، جبتوا الفلوس؟ طبعا يا باشا، احنا ناس عند كلمتنا، والمسيح الحي يشهد علينا يوم القيامه. ملاك اخويا انا جبته مخصوص عشان تشوف بنفسك قد ايه هو راجل دغري ومحترم. شوف يا فانوس، انا مش مطلوب مني ان انا اعمل فيش وتشبيه لكل واحد هيسكن على السطح. هو مش هيسكن يا باشا، الاوضه اللي على السطح دي من يوم ما صاحبها مات وهي مقفوله، وملك اخويا زي ما انت عارف ترزي قمصان، يعني هيقعد يشتغل طول النهار واخر الليل هيروح لبيته، ما هو عنده بيت وعيله واولاد وحمله تقيل. ما علينا. معاكم الفلوس؟ مش كلها. القبط المخلص للرب ما يعرفش يكتب. والقبط المخلص للرب هو اللي يحترم اتفاقه. انا قلت 6 بواكي، اكتب عقد بكده؟ 4 يا فكري. والمسيح الحي احنا عارفين ان انت هتشملنا بعطفك. انت ياما عملت خير كتير في الناس كلها، وياما اترفعت في قضايا ما خدتش اتعاب من اصحابها. اعتبرنا قضيه من قضاياك يا اخي. وده مسكين، ده عنده كوب لحم والكنيسه بتحسن عليه، وانا اهو زي ما حضرتك شايف اهو صاحب معاها مش قادر اساعده. وانت بتعمل خير كتير. ابونا في الكنيسه هو اللي قال لي ده احنا اولاد معموديه واحده. انت بتعمل ايه؟ خلاص سيبوا الفلوس، واي واحد منكم يبقى يجي لي بالليل ياخد العقد. ربنا يعوض تعب محبتك. طبعا يا فندم، في كل الالوان اللي حضرتك تتخيلها، بس على فكره تسليم في خلال 3 شهور.
بابا في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش. امال مالك شكلك كده مش مظبوط؟ يعني بالي مشغول، بس اطمن يعني اللي شاغل بالي حاجه ملهاش علاقه بالشغل نهائي. تضرب سيجاره ملفوفه؟ يا سلام، ده اوانها. فوزي، الشيخ السمان عاوز يشوفك انت واخواتك، وانا عاوزكم تسمعوه كويس. خير يا حاج. اما تقابلوها تعرفها. اهلا الصباح يا حاج. طمني، اخبار الجماعه بتوع اليابان ايه؟ 100 اعتبر المساله دي عندنا خلاص. على البركه. ربنا يحوش عننا الكلاب اللي بتتلم حوالين الذبيحه. بالحق يا حاج انا نسيت اقول لك. سليم زعتر مستخلص الجمارك فتح مكتب جديد وعلى الواسع وراسه ألف سيف ان انت لازم تحضر الافتتاح. يستحق، هروح له. مش فيفي لقيت لي شغلانه جديده في محل ملابس. شغلانه فين بقى ان شاء الله؟ عند واحد اسمه طلال الشام. جرالي كده يا ابو سعيد، هي الدنيا ضاقت؟ مفيش غير طلال الشامي اللي هتشتغلي عنده؟ وطي حسك. ماله طلال؟ سمعته زي الزفت. وانت عرفك بيه ولا بسمعته؟ كنت اشتغلت عنده؟ بقول لك ايه، المنطقه كلها انا عارفها شبر شبر، وعارف ناسها نفر نفر، انا مولود فيها ومتربي فيها. على العموم انا ما شفتش منه حاجه وحشه. ما انت هتشوفي. والله لما اشوف بقى يبقى يحلها ربنا. لكن دول 250 جنيه في الشهر عشان اعيش انا واخواتي عايزين قدهم 3 4 مرات. امي بتخدم في البيوت عشان تلم 300 جنيه في الشهر وبترجع مهدوده، وابويا مات وعليه ديون. الديانه بقى في اللي سامحه وفي اللي لسه بيطالب بحقه، واحنا لازم ندفع الدين اللي عليه زي الشرع ما قال، ولا مش هيدخل الجنه. وانت جاي تقول لي طلال سمعته وحشه؟ ومين عندك في البلد دي سمعته مش وحشه؟ ولا هو كلامه بس؟ واسمع بقى اما اقول لك، اذا كان على الدبله الفضه اللي في صباعي دي اتفضل اهي. انت مش هتعمل عليا ضابط بوليس من دلوقتي. سعادة الباشا. ازيك يا باشا؟ يا باشا. سيادتك تعبان؟ انت تعبان؟ اجيب دكتور؟ الساعة كام؟ 7:30. الساعة بتاعتي فين؟ في حاجة يا باشا؟ المحفظة بتاعتي كان فيها 900 جنيه. أنا سرقت يا فانوس. البنت خدت كل حاجة. خدت الخاتم بتاع دولة أختي، وخدت طقم أقلام دهب. موميس تاخد طقم أقلام دهب تعمل بيه إيه؟ يا هتبيعه يا هتديه العشيقة. احنا نبلغ البوليس. بوليس إيه؟ أنت حمار. أقول لهم إيه؟ مش مهم الفلوس، المهم الخاتم بتاع الدولة لازم يرجع. ليلتك قشطة يا باشا، تحت أمرك. بعتلي رباط. وأنا ما ينفعش. تنفع كل حاجة، بس أنا عايز رباط الموضوع خاص بيه. هي أجازة النهار وأنا تحت أمرك. طب هاتيلي مدير. المدير مرة واحدة. طب مش هتشرب حاجة؟ هاتيلي مدير. هم قدامك عندهم. يا استاذ كلام حضرتك صح، انت شارب 6 بيره بس خدت معاهم 9 براندي عشان كنت بتخلط البيره بالبراند. مفيش براند. هتدفع هنا ولا تحب تروح الامين؟ طلبات الباشا. نتحاسب على رواق. أنا عايز رباط. مش لسه كانت معاك الضوء؟ لحقت تشتاق لها؟ أنت عارف كل حاجة. يا باشا اللي يشتغل شغلتي دي لازم يعرف العفريت مخبي ابنه فين. رباط سرقتني. تستاهل. انت اللي لعبت بديلك. يا باشا انت ضحكت عليا وعلى صاحب المحل وعلى الزباين. المحل ده محترم. احنا هنا بنقدم المشروب وبس. اي حاجة تانية لا.
احنا ناس محترمين، عشان كده انا طردت رباب، وانت كمان مطرود. اياك اشوفك بتعدي حتى من قدام المحل. تحب تطلع على رجليك ولا على نقاله يا روميو؟ فز قوم قبل ما افرج عليك لمامة البار. ازاي فاتتني دي؟ ازاي فات انك انت قواد؟ مساء الخير عليك. امال فين شارع هدى شعراوي؟ لا ما اعرفش. هو حضرة الغريب مش من هنا ولا؟ لا من هنا، بس ساعات كده الواحد دماغه بتلف. والله يا باشا انا ما اعرفش حاجه عن الشوارع دي كلها. مكان ما بيوقفونا بنقف. يعني بتفضل طول الليل واقف؟ مكتوب علينا يا بيه. ما تقدرش تقعد؟ يا ابوي لو اتعكشت قاعد ولا نايم فيها جزء طوالي. بس تقدر تتمشى؟ في محل خدمتي. انت باين عليك شاب ممتاز واصيل كمان. ربنا يكون اصلك ساعة البيت. اتمشى معايا كم متر كده؟ ما قلت سعادتك. تعال امسك. لا ما قدرش. ممنوع سعادتك يعني ناخد اي حاجه من اي حد. انت اسمك ايه؟ عبد رب عبد الباري بيه. عاشت الاسامي. بص يا عبد ربه، اولا انا مش اي حد، ثانيا مفيش حد شايف. امسك بقى امسك، ما تزعلنيش. بس ده كتير يا بيه. والله ما في حد بيعمل كده خالص. انا انا اصلي يا عبد ربه بحب اسعد الناس. ربنا يسعد سعادتك سعادة البيه. اما تعرفني كويس هتتاكد بنفسك. ربنا يبارك في سعادتك سعادة البيه. كنت فين يا سعادة الباشا؟ مساء الخير يا دولة. مساء الخير يا دولت. انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت فاكر نفسك ساكن في اوتيل ولا في بنسيون؟ استنى هنا كلمني. ايوه يا دولة. انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ بقى لي 4 ساعات مرزوعة مستنياك وخايفة عليك. تفتكرني عيل صغير؟ انا هشيل همك ولا هم الامراض اللي في جتتي؟ دولة انا تعبان وعايز استريح. تعبان يا باشا؟ تعبان من ايه يا باشا؟ من الجري ورا النسوان الزبالة في الشوارع والبارات الوسخة؟ طب راعي سنك يا راجل يا اللي ما بتختشيش. ده انت رجل على باب الأوضة ورجل على باب القبر يا زكي. اعمل حساب لربنا في آخر أيامك. وبعدين تبقى مجنون يا زكي. مجنون لو تتصور إن في واحدة ست ممكن تعبرك أنت وتبص لك يا ناقص يا شايب يا عايب. افتح الباب بدل ما كسر الباب على دماغك. يا اللي دوست على تاريخ عيلتك وضيعت سمعة والدك الله يرحمه. افتح. عايزة الخاتم الألماس بتاعي. ايه اللي موقفك بره بدري كده؟ مستنياك. انا غلطانه يا طه، بس لازم تعذرني. الدنيا عامله حواليا زي الخايه، ساعات ما اعرفش انا بقول ايه. هات الدبل. لا. هات الدبله بقول لك، انا عارفه انها معاك. هات، ما تعملش فيها عبد الحليم حافظ كده. هات. طب اعمل لك ايه وانت شعنونه كده؟ ما انا لازم اصبر عليكي. بس هاني. شفت نفسك في المرايه؟ يعني ما شاء الله عليك. ادعي لي ربنا يوفقني النهارده. متوفق ان شاء الله. ما انت شكلك ظابط من دلوقتي، وعزة الله احلى من الظباط. يا دوب بقى. انا اصلي نازل بدري عشان الحق الاتوبيسات وهي فاضيه. لحسن الزحمه تبهدل البدله. لا، انت تاخد تاكسي وتقعد ملك عشان اعصابك تبقى مستريحه، وادعي الدعاء اللي هقول لك عليه قدام لجنه الامتحان. قول اللهم اجعل كلمتي هي العليا وكلمتهم هي السفلى، وما تنساش المعوذتين. ماشي؟ ربنا يوفقك. سلام. مع السلامه. اتفضل يا حاج اتفضل. شوف يا حاج عزام، الوزراء واللي اكبر من الوزراء يفتحوا المنشآت الجديده. اتفضل يا حاج. انا بفضل الله وفضلك وفضل امثالك بقيت منشأة كبيره،
بس انا قلت بقى الحاج محمد عزام هو اللي لازم يباركها بنفسه. انت غالي عندي قوي يا زعتر وانا فرحان لك، مش انا بس، انا والولاد. ربنا يزيدك كمان وكمان. تشرب يا حاج؟ مفيش غير القهوه. قهوة ايه يا حاج عزام؟ القهوة ملحوقة. يا سعاد افندم يا استاذ سليم. هاتي عصير لي الحاج عزام يا سعاد. حاضر. هاتيه بنفسك يا سعاد. بنفسي طبعا يا استاذ سليم. بسم الله ما شاء الله. بنتك دي يا زعتر؟ بنت ايه يا حاج؟ دي موظفة عندي هنا في المنشأة. أنا بنتي يا دوبك في الإعدادية. بسم الله ما شاء الله، لازم السكرتيرة بتاعتك بقى. يا حاج احنا مالناش في شغل السكرتيرات والكلام ده. مدام سعاد شاطرة ونبيهة وخفيفة. هي مدام؟ وعندها ولد عنده يجي 6 7 سنين كده. جوزها بقى راح يشتغل في العراق، مات هناك. الله يرحمه. مات ازاي؟ الله أعلم. اتفضل يا حاج عزام. كتر خيرك يا ست الكل. هروح اعمل لحضرتك القهوه بنفسي. بس السكر قليل لو تكرمت يعني. من عينيا الاثنين. في ايه يا حاج؟ اصل في وشوش سمحه، اما تشوفها تحس بالراحه. باين عليها بنت حلال. انت مجموعك كبير قوي يا طه، 89%. انت ليه فضلت كليه الشرطه عن بقيه كليات القمه؟ عشان اخدم بلدي يا فندم. طب ما هو خريج الهندسه برضه ممكن يخدم بلده يا طه. طبعا يا فندم، بس لو كل واحد خدم بلده في المجال اللي بيحبه هتكون خدمته افضل. عظيم. طب تفتكر ايه هي العناصر اللي يجب انها تتوفر في ضابط الشرطه؟ الانضباط، التشبع بروح العدل، الحزم، الشرف، واولا واخيرا لازم يكون انسان في كل تصرفاته. انت والدك بيشتغل ايه يا طه؟ موظف يا فندم. موظف ولا حارس عقار؟ يا فندم ما هو حارس العقار موظف برضه. صراحه. اللي بعده. انت كنتي فين؟ كنت مع الاستاذ طلب في المخزن. بتعملوا ايه؟ كان بيعمل جرد على البضاعه، شوف البضاعه الناقصه عشان يجيب غيرها. امال الكل بيبص لك ويبص له كده ليه؟ الله، ما الكل عارف ان احنا كنا بنعمل اباحه في المخزن. طمني وبلاش وشك يحمر كده. اباحه من فوق الهدوم يعني. من فوق الهدوم؟ اه من فوق الهدوم. اهو بيقعد يلزق نفسه كده ويضحك لحد ما يترعش ويتنفض، والسلام عليكم وعليكم السلام، وهو عامل زي دكر البط كده. بعدين بيدفع 10 جنيه. وحشه. وكلنا في الهوا سوا ومصير الدور يجي عليكي. مش عارفه كل واحده مش عايزه تبص لنفسها ليه. صدام حسين قتل كتير من المصريين، مش بعيد يكون هو اللي قتل جوز الموظفه اللطيفه دي. انا ما بحبش اكلمها في الموضوع ده. طب هي ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ مين هيتجوز واحده فقيره بتربي عيل ويا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح؟ ده غير ان النسوان بقوا اكتر من البساريه. مين بقى اللي هيتجوز ارمله دبلوم تجاره وفي رقبتها عيل؟ انا. ايوه بس دي عيده خالص يا حاج، دي مفيش، دي بالنسبه لك لا تذكر. انت مقامك اكبر من كده بكتير. شوف يا زعتر، انا راجل عارف ربنا، يعني من الاخر كده انا عاوز واحده عاشرها، مش واحده ورثها ولا اخد مرتبها اخر الشهر. لاحظ كده بقى، دي تبقى طاقه القدر اتفتحت لها. بس انا ليها شروط، لو وافقوا عليها نخلص على طول. ضيعت الخاتم الالماس بتاعي يا سكر يا منحل، وتكذب عليا وتقول لي لسه ما رحتش للجواهرجي. احترمي نفسك يا دولة. مين اللي يحترم نفسه يا هزو؟ وديت الخاتم فين؟ اديته لانهي صفيحه زباله يا اللي خليت اسم اكبر عيله في مصر تحت الرجلين. اخرج بره بيتي. بيتك ايه يا دولة؟ البيت ده بيت انا، بيت الدسوقي باشا. الدسوقي باشا اللي انت وسخت اسمه. انت اوسخ مني. على الاقل لو وسختي كانت بره بيت العيله، انما انت وسختي كانت هنا. عدد الرجاله اللي دخلوا الشقه دي عشان يناموا معاكي اكتر من اعضاء حزب الوفد القديم والجديد. انت مخي خلاص بقى عجين، انت مكانك مش هنا، مكانك مستشفى المجانين. لما مستشفى المجانين مكاني، امال انت مكانك يبقى فين؟ ها؟
في البارات الوسخه طبعا اقعد مع الجرابيع اللي بقيت زيهم، ولا انزل روح الشوارع، اجري يلا اجري ورا النسوان اللي بتدور عليهم، اخرج بره بيتي. تاني بيتك؟ انا صاحب البيت ده وانت اللي ضيفه، بس ضيفه ثقيله ورزله، انا ما عادش مستحملك يا دولت. ولا انا يا اخي. يلا اخرج بقى، ما بقاش دولت بنت بتسوقي باشا، خليتك عبر سكان العماره. يلا ايه يا اخوانا؟ مفيش حاجه، اخ واخت بيتخانقوا وانتوا عارفين دولت طول عمرها مجنونه. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots d'aide tous les jours, et ça me fait quelque chose, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'irai pour la vie. Quand il me prend dans ses كريستين والامور دي اغلى حاجه في حياتي. زكي انت مش تمام، مالك؟ طول عمرك تعرفي اللي جوايا من غير ما اقول لك. انت زي التلفزيون مفتوح، انت في تمثيليه نكد. هو في نكد بس من غير تمثيليه. كله على ده جزمتك زي ما انت بتقول. يلا تعالى نقعد على الترابيزه. اتخانقت مع دولت، مش جديد طول عمركم كده؟ دي طردتني من البيت. مجنونه بس طيبه. المره دي عملت حاجه كبيره؟ ضيعت لها الخاتم بتاعها، انا مستعد اجيب لها خاتم احسن منه. هو زكي تري اونتو نو. الست ممكن تنسى عشائها، جوزها، ابوها، انما مجوهرات نو. ما تسالنيش. كريستين لو قلت لك ان دولت بترسم من زمان عشان تطردني من الشقه، تعمل بيها ايه؟ تاخدها. لما تاخدها تعمل ايه؟ هتديها لاولادها. مع ان انا لو مت دولت هتاخد كل حاجه، هي الوريث الوحيد ليا. هي اكبر منك، هي ممكن تموت قبليك، انت تورثها. ما هو ساعتها اولادها هيورثوا نصيبها. انا مش عارف هي بتعمل كده ليه. انا شايفه غير كده زكي خالص. هي دلوقتي زمانها هاديه، وانا هكلم معاها في التليفون وكل شيء يبقى تمام. تبيش نفسك، انا عارفها. رهان على ازازه بلاك؟ هي فول بردي، بس انا هكلمها. خلاص يا مدام كريستين، خلاص الموضوع ده انتهى خلاص. اي كلام فيه مش هيغير اي حاجه من اللي حاصل. ايوه حبيبتي، بس ده بيته زي ما هو بيتك بالظبط. لا يا مدام، لازم حضرتك تبقي فاهمه. زكي مش هيدخل الشقه دي تاني طول ما انا عايشه، وحتى بعد ما اموت كمان. طب اهدى نعم. مش عايزه اسمع انا حاجه من فضلك عشان خاطري. نعم. انت مين انت عشان يبقى لك خاطر اصلا؟ انت فاكره نفسك ايه؟ انت كلك واحده من عشيقاته. اوعي تكوني فاكره نفسك رئيسه الانرويل. كالانرويل؟ انا كريستين، انت بتكلمي ازاي انت؟ لا بقول لك ايه، انت بدل ما تضيعي وقتك معايا، ها، روحي شوفي زباينك. يلا لا يكون حد عايز حاجه. يلا. زكي تكسب رهان. مش قلت لك انا
كنت فاكره انها مجنونه بس طلعت كلبه واطيه، وهي تموت قبليك ان شاء الله. اهلا 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 حاتم بيه، اهلا اهلا، منور منور خالص. لمبه 1000 واط، شمس وقمر مع بعض، اهلا بيك. عزيز خليهم يجيبوا لنا كل حاجه انت شايف انها حلوه. الشرب حاتم بيه. ويسكي. والاستاذ ويسكي برضه، ده صديقي عبد الرب. اهلا مستر عبد الرب. اهلا بيك يا باشا. اهلا بيك. عزيز من فضلك ابعت لي شوت بسرعه. امرك امرك مستر. يلا عيش وملح يا عبد الرب، اشرب وكل يا عم. يا باشا والله ما كان ليه لزوم. انا حابب انك تبقى مبسوط يا عبده، مبسوط خالص. ربنا يبارك في سعادتك سعاده الباشا. ماشي. هو طعمه يعتبر مش حلو لكن لذيذ. لذيذ يا بيه. تعرف يا عبده، بعد ما تشرب كاس تاني هتحس انك عايز تعمل حاجات لذيذه، حاجات لذيذه جدا، ألذ حاجه في الحياه. عارفها يا بيه، بس انا مرتي في البلد هناك في الصعيد الجواني. هو لازم يعني مع مرتك؟ على فكره اغلب الستات ما بيكونوش لذاذ قوي. تشقيلك يا بيه. اهدى اهدى يا عبد، الناس بتبص علينا. خليك عادي، خليك عادي خالص. عبد رب ربه ايه؟ انت مفيش عندك مخ؟ عايز تعمل لنا فضيحه؟ انت عارف ان انا اقدر اذيك، بس انا الاذيه مش طبعي. تقدر تقول لي هتروح فين دلوقتي؟ هنروح في نصيبك يا بيه. الحاجات اللي انت طالبها دي عيب وحرام وبتهز عرش السماوات والارض. طيب خلاص خلاص، تعالى تنيل تاوى لحد الصبح، والصبح بقى روح لحالك. يلا. ايه حكايه سكان العماره دول؟ لا بقى في اصول ولا حد بيقدر المسؤوليه. في ايه يعني كل واحد يتاكد ان قفل باب الاسانسير وراه؟ ده حاجه تقرف. انا حاتم بيه، مش ممكن سكان العماره واحد طلع بالاسانسير وساب الباب مفتوح. مين ده؟ يا زكي باشا الاستهتار بقى شيء عادي. ما انا عارف. مين ده؟ لا ده معايا. معاه لا بس الواد شديد بصراحه. معاه. ما تطلع يا ابني جيب لنا الاسانسير من فوق. لما حاتم بيقوم. لما حاتم بيقوم. امر حاتم بيه يجيب لي الاسانسير من فوق. ما تخافش، مش هيحصل له حاجه، زي ما هيطلع زي ما هينزل بالظبط. خلاص يا باشا. اطلع يا عبد الرب. اطلع يا عبد الرب. اوبا، شفت الواد؟ الواد طلع طلعه عمل سبرنت. نمر. اي والله نمر. واد جامد. ده ابن حلال، تستاهل كل خير. ليلتك فل يا حاتم بيه. ما ليالي كده تبقى فل على ناس ونكد على ناس. اتفضل اتفضل. مكسوف ولا ايه؟ هو سعادتك الراجل ده باشا بجد ولا تجليد؟ لا لا لا، ابوه هو اللي كان باشا بحقيقي، ومسك وزير مرتين ثلاثه زمان. امال هو بيشتغل ايه؟ ولا اي حاجه، عايش على شويه املاك سابهم ابوه، فاشل طول عمره، راجل انتيكه زي ما شفتوا كده. مسخه سكري بتاع ستات، ده مش انتيكه، ده روبابيكيا. طيب البيت بيتك بقى، انا مش هتاخر عليك. اتفضل اتفضل اتفضل. تعيش يا بيه.
مش معقوله هتنام بالهدوم اللي انت لابسها دي؟ اصلي مش متعود انام بدري ابدا، لكن انت لو عايز تنام اتفضل، في اوضه جوه على فكره. الحكايه مش مستاهله يا بيه. اني بعد ما تنام حضرتك انام هنا على الارض. انا واخد على كده. اشرب يا عبدو. ده ايه؟ كركري؟ ايه؟ كركري؟ دوق انت تعرف. مش كركري. اللون الكركري. بقول لك، انت قلت لي انه فاضل لك شهرين وتخلص خدمتك، مش كده؟ تمام يا بيه. هتعمل ايه بعد كده؟ هرجع بلدنا تاني. دي اول مره اشوف حد يجي القاهره ويرجع تاني موطنه الاصلي. عامل ايه يا بيه؟ ماني عشان الاقي شغلانه هنا يعني تلزمني وساطه كبيره قوي. انا وسطتك يا عبدو. ربنا يسعد سعادتك سعاده البيه. بس انا زي ما قلت لك، انا عايش لوحدي زي ما انت شايف كده. عبدو، انا وهبت نفسي علشان اسعد غيري، بس مين بقى؟ مين اللي يستاهل؟ تتفرج على حاجه لذيذه في التلفزيون، حاجه جامده. التلفزيون في الليل بيبقى ماسخ قوي. Zadzwoń do mnie, pokażę ci, co to znaczy gorący seks. يا بوي. ايه ده يا بيه؟ جامد جدا. ها؟ قوي. Smutno ci? Zadzwoń teraz. انت قلت لي انت متجوز يا عبدو، مش كده؟ عبدو. ايوه يا بيه متجوز، بس مرت على قد حالها يعني، مش كده؟ بتنام معاها كتير؟ لزوم ايه الاحراج ده بس يا بيه؟ يا عم مفيش احراج ولا حاجه. ها؟ اهو لما باخد اجازه بعمل واجب مرتين 3 في اليوم لغايه ما الاجازه تخلص. مرتين 3 في اليوم؟ تقول لي على قد حالها؟ انت مفتري بقى. ان جيت للحاج يا بيه ساعات بتبقى عاصيه او تعبانه، بس انا من يد من عدمها. شكرا. شكرا. تامر، خش انت يا حبيبي جوه اتفرج على المسلسل. يلا يا بابا. دي جوازة شرعي على سنة الله ورسوله، لا هي عرفي ولا مسيار لا سمح الله. لا احنا عندنا علم يا حاج انك انت راجل بتعرف ربنا وابن حلال. الحمد لله. سعاد هتقعد معايا في مصر لوحدها، والولد هيفضل معاكوا هنا، وكل الظروف ما تسمح تبقى تشوفه، وما تقلقوش مصاريفه عليا انا. ايه؟ قلت ايه يا سعاد؟ اللي تشوفه يا ريس حميدو. خلاص، الشبكة 10,000، المهر 20,000، مؤخر الصداق 5000 جنيه، وهاخدها بالهدوم اللي عليها دي. على خيرة الله. في حاجة تانية يا حاج؟ الجوازة دي هتفضل سر. الحاجة فايقة مراتي لو عرفت أو خدت خبر هتبقي طالق في ساعتها. وافرض عرفت بعيد عني يا حاج، انا ذنبي ايه؟ مفيش سر بيخرج من عندي. أنا النملة اللي تخش بيتي لا يمكن تلاقي مطرح تخرج منه. اذا كان كده معلش. ليك طلبات تانية يا حاج؟ أهم طلب، أنا ربنا رزقني ورزقها بالولاد، يعني مفيش خلفة ولا حمل من أصله، وده شرط ما فيهوش هزار. سمعونا. طبعا يا حاج. خلاص، اسبوع واحد اجهز عش الزوجيه واجي نكتب الكتاب واخدك معايا في ليلتها. ما تسمعونا زغروطه. فانوس، فانوس. نوم العوافي يا سعاده الباشا. ايه الشنط دي؟ اخت سعادتك هي اللي بعتتهم يا باشا. روح اعمل لي فنجان قهوه. حاضر. اخت سعادتك غيرت كالون الشقه وركبت ترابيز.
الواد اللي جاب الشنط هو اللي قال كده. ايوه دولة، يا دولة احنا اخوات، مش ممكن الامور توصل بينا للحالة المؤسفة دي. دولة قاعد بعيد كده ليه؟ حالي من حالك، فقر بيفضحنا. يبقى الواحد خليه في حاله من اولها احسن. لا انا خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب جنتك. حرما يا استاذ. جامعا ان شاء الله. ربنا اعطاك نعمه حلاوه الصوت وطلاوه الخشوع. الحمد لله يا رب العالمين. الخشوع للمولى عز وجل هو افضل النعم. قول لي انت دائم التواجد في المسجد؟ الحمد لله. الحمد لله. اسم الكريم ايه؟ طه الشاذلي. سنه اولى اختها؟ ايوه. اخوك خالد عبد الرحيم سنه ثالثه. زي ما انت شايف كده صعيدي، لكن واضح عليك انت من اهل المدن. انا من سكان القاهره هنا. ساكن فين يا اختها؟ في وسط البلد. ده انت تبقى من علية القوم. بالظبط كده، ده اذا كنت تقصد السطوح طبعا. يا اخي خالد انا من سكان سطوح وسط البلد. على العموم سطوح وسط البلد برضك افضل من سطوح العشوائيات. احمد ربنا على ما انت فيه. الحمد والشكر للمولى عز وجل موجودين جوه القلب والروح، وفي كل الاوقات والله يا اخي خالد، سواء كانت اوقات الفرج او الشده. بسم الله ما شاء الله، انت تقي وارع بالفطره اخ طه. قول لي انت بتصلي الجمعه فين؟ في زاويه قرب العماره اللي انا ساكن فيها. لا 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 يا راجل، ده كلام. صلاه الجمعه لا تجوز في الزوايا، ده غير ان الصلاه في المساجد حتى ولو كانت بعيده عن البيت فالسعي اليها برضك فيه ثواب كبير. طب قول لي على الجامع اللي انت بتصلي فيه ان شاء الله يكون في اخر الدنيا وانا اجي اصلي معاك جمعه وعشاء وفجر كمان. شوف يا اخ طه، حماسك الشديد لاداء الفريضه بهذا الشكل ان دل بيدل على عمق صلاحك وايمانك. عشان كده انا هكسب فيك ثواب وهاخدك من ايدك للخير باذن المولى عز وجل. ايدي على كتفك. اتفضل يا باشا. ايه ده؟ ده جورنال حاتم بيه رشيد بقى بيبعت لنا نسخه دلوقتي. حط وايه الدق اللي فوق ده؟ ايه الفوضى دي؟ ده الحاج محمد باشا عزام بيعمل تجديدات في شقته، يا ريت سعادتك تكلمه يعني. اتكلم مين؟ عزام باشا. عزام باشا؟ من امتى عزام بقى باشا؟ ده انا شايفه بعيني بيمسح جزم قدام الامريكان. معقول يا باشا؟ ده نص شارع سليمان باشا ملكه. انت مش مصدقني؟ لا انا مصدقك وكل حاجه، بس ازاي مساح جزم يبقى عنده كل المحلات والاملاك والفلوس دي كلها؟ لو كنت اعرف كنت قلت لك. كان زمان ربنا تاب عليك من الخدمه في البيوت وبقيت زيه. روح انت قول له الباشا بيقول لك بطلوا ده وشوف مين اللي على الباب. عزام باشا. مش دي شقه زكي الدسوقي؟ زكي باشا. خلاص ما تزعلش، زكي باشا. انا بقى يا سيدي محضر ومعايا اعلان للباشا بتاعك. ها تحب انت تستلمه ولا تخلي الباشا يجي يستلمه؟ انا بقيت سفيه ومجنون يا فانوس. يقول عليك كده يا باشا يبقى هو اللي سفيه ومعتوه ومجنون كمان. دولة أختي رفع عليا قضية حبل
بتقول ان انا سفيه ومجنون. حسناء اخت سعادتك، انا ما اقدرش اغلط. ده ولد ما بقتش مفتريه وبس، بقت مفتريه ومجنونه. مش خايفة على نفسك وانت ماشية لوحدك كده؟ ازيك يا طه؟ أنا كويس، مالك؟ ماليش، مهدودة من الشغل، واقفة على كوب رجليا من الصبح، ما بصدق أوصل الأوضة واترمي زي الفسيخة. أنا بس كنت عايز أطمن عليكي. طمني انت عليك، عامل ايه في الكلية بتاعتك؟ حاسس إني غريب فيها. البلد دي ما بقتش بلدنا خلاص، اللي زينا بقوا غرب فيها. كلامك مالك يا حبيبي؟ عبده مالك؟ خايف يا بيه. خايف من ايه يا عبده؟ من ربنا. تخاف من ربنا ليه؟ انت بتعمل حاجة غلط؟ انت ايه؟ انا ما بعملش غير الغلط. خمره ليل ونهار والنجاسه معاك، حتى الصلاه هملتها. يا بيه انا سمعت الشيخ في الجامع بيحكي عن عذاب ربنا لقوم لوط. احنا بنهز عرش السماوات والارض. زلزال يعني يا بيه. انت صعيدي ومخك على قدك. انت فاكر ان انا وانت بس كده؟ لا احنا كتير قوي. هنا في اوروبا وفي امريكا وفي الخليج، في الدنيا كلها. زلزال فيها ايه لما واحد يحب واحد تاني؟ فيها ايه؟ يا عبده ربنا كبير جدا ورحيم جدا جدا. وبعدين انا عايز اطمنك. هتطمني كيف بس؟ انت عارف ايه اللي بجد بقى حرام ودي ما فيهاش جدال؟ الزنا. الزنا يعني واحد ينام مع واحده ما تكونش مراته، وده منعا لاختلاط الانساب. يعني تحبل من عشيقها وتكتب الولد باسم جوزها او تتخلص من البيبي، وده طبعا حرام جدا جدا. لكن راجل بيحب راجل، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ قصدك ايه؟ الرجاله ما بتحبلش يا عبده. خد التوب ده حطه هنا. حاسب على المقص لا يقع. الشغل ده نزله تحت. ها كله تمام. وانت اهلا بالاموره زينة الصبايا. ازيك يا انسه ابو سعيد؟ ايه مفيش مساء الخير؟ ليلتك سعيده يا عم ملاك. ازيك يا اسطى ملاك؟ اهو كده. انا عندي ليكي شغلانه هتفتح باب رزق لينا احنا الاتنين. ونوع ايه الشغلانه دي؟ عايزك تتوسطي لي عند طلال ياخد مني طلبيه بلوزات. انا شغلي 10 على 10 وعمولتك محفوظه. انت بتتكلم ازاي؟ واطلع مين انا عشان اتوسط لك؟ ده انا يا دوب حته بياع على راحه ولا جد. الكلام في الشغل ما يبقاش حاف. استنيني ثانيه واحده. دي هدية مني ليكي. مقاسك. انا ما باخدش هدايا من حد. بمناسبة ايه هاخد هدية منك؟ بمناسبة الشغل اللي هيبقى بينا. انسى حكاية الشغل دي. طلال بياخد بضاعته كلها من ورش كبيرة. ما انت لو كلمتيه هيسمع كلامك. وبتاعي هيسمع كلام. أنسة بوسينة، أنا في الشغلانة دي وأنا عندي 6 سنين، وطول عمري عايش في المنطقة هنا. يعني عارف طلال بيعمل إيه وفين. وانت أكيد ليكي دلال عليه. بنت حلوة وصبية زي التفاحة الصبحة. يعني طلال عمره ما هيقول لك على حاجة لأ أبدا. تصدق إنك راجل هزء وقليل الأدب؟ هو اللي يقول الحقيقة يبقى قليل الأدب؟ طب عيني في عينك كده، بذمتك ما روحتيش لطلال المخزن ولا مرة؟ راجل ناقص وسافل. تبقى روحتي. هنتكلم تاني على رواقة. بس بقى يا حاج.
مش هعطل حضرتك كتير يعني. انا عارف ان وراك مشاغل لا ليها اول ولا اخر. وانا ما اتاخرش عنك يا حاج. معلش انا مش عايزك تزعل مني، انا الاسبوعين اللي فاتوا دول والله ما كان عندي دقيقه واحده فاضيه اقابلك فيها. مقدر يا باشا. خير يا حاج. يعني مؤكد سعادتك سالت عني لما عرفت ان انا طلبت المقابله. وعرفت عنك كل خير. انت راجل 10 على 10. الحمد لله، نعمه وفضل من عنده. كل شيء بفضل الله. شوف يا باشا، انا عاوز اساهم في خدمه البلد وخدمه اهل المنطقه اللي فيها شغلي وفيها الناس اللي عشت وسطهم وحبوني وحبيتهم. كلنا زيك كده يا حاج، بس بقى زي ما بيقولوا كل شيخ وله طريقه. انا استخرت المولى عز وجل وقلت ارشح نفسي في مجلس الشعب عن دايره قصر النيل. قصر النيل؟ اهلي وناسي. انت عارف احنا مسميين دايره قصر النيل في المجلس ايه يا حاج؟ حته الجاتو. افهم من معاليك. هتفهم ايه يا حاج؟ اقول لك حته الجاتو يعني حاجه حلوه لا فيها مشاكل ولا عشوائيات ولا حد يقول لك عايز وعايز وعايز، والشباب اللي عايز شقه واللي عايز وظيفه لحد ما يطهقوك في عيشتك ويجيبوا لك الضغط. انت قلت لي انت منين يا حاج؟ من الصعيد. طب ما نشوف لك دايره حلوه كده في الصعيد يا حاج. انا ما روحتش الصعيد من زمان ومحدش يعرفني هناك، لكن قصر النيل. بص بقى، دايره قصر النيل دي في الحقيقه في ناس متكلمين عليها. متكلمين عليها، وما دام كلام يبقى في اخذ وعطا. طب ما تسيبنا افكر يا حاج. يا باشا خير البر عاجله. ده أرنب يا كمال باشا مش كده؟ بس ايه رايك في الرسم؟ لا الرسم حلو قوي بس المبلغ كبير قوي. المبلغ ده ما يخصنيش يا حاج عزام. المبلغ ده بيروح اكتر من جهه. انا اذا كان عليا انا عندي اللي مكفيني. عارف يا باشا. لا انا عايزك تعرف بقى مين اللي كان طالب دايره قصر النيل. مين؟ ابو رحاب، ما انت عارفه. بتاع محلات الرضا والنور؟ عليك. بس ده شغال مع الاخوان المسلمين وانتوا عارفين. وعدم المؤاخذه يعني مفيش وفاء بينكم وبين الاخوان، هترضوا بيه ازاي؟ ما هو لما يرشح نفسه محدش يقدر يقول له لا. هي دي الديمقراطيه واحنا في بلد ديمقراطي. ايوه بس هو لو رشح نفسه جايز ينجح. ده ضارب السوق، بيبيع البضاعه بنص الثمن وبربع الثمن وعنده فلوس ياما. ده ممكن يشتري الاصوات. الترشيح امره سهل. اي حد عايز يرشح نفسه يرشح نفسه، محدش هيقول له لا. بس ينجح ازاي؟ دي لعبتنا احنا بقى، مش تزوير لا سمح الله، لا. بس زي ما تقول كده احنا دارسين نفسيه الشعب المصري. الشعب المصري كله ماسك في دير الحكومه كانها امه اللي خلفته، حتى لو الحكومه دي ماشيه على حل شعرها. شغلنا بقى. عارف بس ده اول تعامل بينا يا كمال بيه. عشان خاطري بلاش الارنب، ارسمه كتكوت. بص بقى يا حاج، انا ما اعرفش ارسم غير حاجتين، يا ارنب يا ديك رومي. قلت ايه؟ قلت على البركه. هات ايدك نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الاسبوع اللي جاي الفلوس تكون هنا كاش. الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. مبروك عليك يا حاج. اشمعنى النبيذ ده لونه ابيض ودوك احمر يا حاج؟ لما الاكل بيكون سمك بيبقى النبيذ ابيض. على كده بقى الاحمر عشان اللحم. يا واد يا نور، برافو. انما ده كله ليه يا حاج؟ احنا بنحتفل. بنحتفل بايه؟ ما كل نفر بيخلص من خدمته بيرجع على بلدهم سكاتي. لا احنا بنحتفل بالتفرغ. ده غير بقى ان المفاجأة التانية انك مش هترجع بلدكم. كيف يا حاتم بيه؟ وابني ومرضي هيجوا يعيشوا معاك هنا. انا لقيت لك سكن وفي نفس العمارة، في أوضة فوق السطوح اللي ساكنها سابها ورجع بلدهم،
على طول اكرتها علشان مرتك وابنك. تشيرز. ايه؟ تشيرز. 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 تشيرز يا حتوم. المسألة مش زي ما انت متصور يا زكي باشا. يعني القضايا المتبادلة اللي بينك وبين اختك مش هتخلص في يوم وليلة. هي رفع عليك قضية بتاعت حجر، ودي هتاخد لها يمكن سنين لما تخلص. وانت رافع عليها قضية عشان تثبت حقك في شقة بيتنا، دي يمكن تاخد لها سنة ولا سنتين. معقولة مسيو فكري؟ يا مدام كريستين، دي بلدنا واحنا عارفينها كويس. طب والعمل يا متر؟ هقول لك، بس ما تقولش ان انا اللي قلت لك. بلطجية يقتحموا الشقة بأي طريقة، يكسروا الباب، يهدوا حيطة، المهم ان هم يحتلوها، وحضرتك تخش تسكن عادي. طبعا هي مش هتسكت، هترفع قضية. حلني بقى لو اتحكم فيها، دي يمكن تموت قبل ما يصدر فيها حكم. مفيش حل تاني؟ هو ده الحل الوحيد. انا ما اقدرش اعمل كده. بس أختك شريرة، قالت ريمي شنط. احنا ولاد عبد العال باشا، ولاد الباشوات ما يعملوش في بعض كده. بس أنت ضحية. حتى لو كنت ضحية، دولة أختي برضه لازم استعملها. وعلى العموم أنا مش في الشارع. برضه بتعرفي على فين يا زكي باشا؟ زكي زكي زكي، أنا عمري ما شفتك كده، وعمري ما شفتك سايب نفسك بالطريقة دي. في إيه؟ أنا ليه ما اتجوزتش؟ كان ممكن يبقى عندي أولاد، وأكيد الأولاد كانوا هيغيروا حياتي. طبعا هتقولي لي ما أنا كنت قدامك، لكن تقولي إيه بقى لقلة العقل؟ كريستين أنا خفت أتجوزك لأخدك بعديها. أنا ضعيف قدام أي نسوة، وساعتها كنت هتكرهيني، ودي الحاجة الوحيدة اللي ما كنتش أقدر أستحملها. كنت هسامحك. متهيألك. أنا مشكلتي اللي كان في حاجات مهمة جدا قدام عينيا وما عرفتش أشوفها، أو شفتها بعد فوات الأوان. أنا همشي. هوصلك. أنا عمري ما أذيت حد، أنا ما أذيتش غير نفسي. حتى الستات اللي أنا عرفتهم برضاهم، كانوا يدخلوا عندي ويخرجوا مبسوطين آخر انبساط. عشان كده ربنا هيحاسبني برحمة كبيرة، هيعمل لي أكبر نسبة خصم 20%، 30، 50%، ما تخليهم 100%. ده أنت غفور ورحيم. نهار نادي بإذن الرب وببركة العذراء الممتلئة بالنعمة. جرايه يا راجل انت. هي دي نهارك سعيد بتاعتك، مفيش داعي تلو بوزك، سرك في بير. انا ما عنديش اسرار. ماشي، ما عندكيش أسرار، بس ليكي عندي خدمة عشان خاطر الجيرة وعشان خاطر الست الطيبة والدتك. يا فندم. طلال بيديكي كام في الشهر؟ 250 جنيه. عشان عبيطة، والمسيحي الحي الكلام اللي بقوله ما فيه هزار. تليكي عندي شغلانة ب 600 جنيه في الشهر، شغلانة محترمة، محترمة قوي، ولو مش محترمة انت تخليها محترمة. إن حكامنا يزعمون أنهم يحكموننا بالشريعة الإسلامية ويطبقون الديمقراطية، ويعلم الله أنهم كاذبون في هذا وفي ذاك. فالشريعة الإسلامية معطلة
في بلادنا المنكوبة، والدولة تتكسب من القمار وبيع الخمور والسياحة الوافدة الفاجرة. والأدهى من ذلك أن الدولة تحول هذه الأموال إلى مرتبات للموظفين، فتطعم شعبها من حرام وتكسبه من حرام، وتحل علينا لعنة الحرام. إنني هنا أقولها واضحة جلية صريحة لا لبس فيها. لا نريد أمتنا ديمقراطية ولا علمانية ولا اشتراكية، بل نريدها أمة إسلامية إسلامية إسلامية. السلام عليكم. ازيك يا ابو سعيد؟ زي ما انت شايف بنشر الغسيل. كنت فين؟ كنت بصلي الجمعة. صلاة الجمعة خلصانة بقالها ساعتين ويمكن أكتر. أنا بصلي في جامع بعيد شوية وبحب أمشي، ده غير إن الإمام الخطبة بتاعته طويلة. الدين يسر، شوف لك جامع قريب تصلي فيه. وإيه الكتب اللي معاك دي؟ فيها كتاب ليكي. هدية يعني؟ إن شاء الله. أنت ناوي تسيب دقنك كده؟ إن شاء الله مش هتشوف مسحلاها بعد النهاردة. الكتاب بتاعك أهو. خليه معاك، أنا إيدي مبلولة. ولا أقول لك اقرأ أنت، مانيش تقل على القراية. أبو سعيد أحوالك مش عجباني. أنت مش ولي أمري عشان أحوالي تعجبك ولا ما تعجبكش. يا علي يا أبو سعيد. سيب إيدي يا طه بدل ما ألم عليك السطح كله. للدرجة دي؟ بص بقى يا طه، أنا هجيب لك من الآخر. قصتنا انتهت. بالإنجليزي ذا إند اللي بيكتبوها في آخر الأفلام. كل واحد مننا في سكة. أنت بتربي دقنك وداخل على سكة مشيخة، وأنا بلبس قصير ومبسوطة كده. يعني شكلنا كده محدش لايق على التاني. امال ايه جايب لي هديه؟ الحجاب قبل الحساب. يا ما نفسي تبات معايا ولو ليله واحده، عشان احس اني مراتك زي بقيه الستات المتجوزين. ما تكبري دماغك يا سعاد، هو انا متجوزك عرفي؟ انا متجوزك على سنه الله ورسوله. بعدين حكايه البيئات دي مش مهمه، مش هي برهان الحب. انت بتعملي ايه؟ بلمع لك الجزم. لا، تلميع الجزم ده ليه اصول عنك انت. شوفي يا خبر، ده انت زي ما تكون مساح جزم قراري. مسح الجزم مزاج عندي وبيعدل لي دماغي. تسلم ايدك. بس انا ملاحظه كده انك كل ما بتروح البيت التاني يعني بتبقى على سنجة 10. البيت التاني هو الاصلي واتفقنا مالكيش دعوه بيه. سبحان الله، يعني البيت هنا هو التقليد، هناك دهب عيار 24 وهنا الفالصو. لزومها ايه العكنانه بس يا سعاد؟ الدهب ل 24 قيراط هنا يا ستي، بس البيت اللي هناك ده بيت ام العيال. هم مش عيال، هم شحوطه كبار رجاله. يبقى الملاف السعد يا حاج. حقك عليا. انا كان ليا عندك طلب. اطلبي يا حبه عيني. انا عايزه اسافر اسكندريه. ليه؟ انت ناسي ان عندي ابن بقالي كام شهر ما شفتوش، واهلي اشتقت لهم. على الاقل اروح اشم شويه هوا البحر. ده انا قاعده في شقه طويله عريضه لوحدي ما بين المطبخ والتلفزيون واوضه النوم. سفر اسكندريه لوحدك مش هيحصل، لازم اكون معاكي. خلاص تعالى معايا. اليومين دول ما اقدرش اسيب مصر ولا ثانيه واحده. طب ما نسافر العصر ونرجع اخر اليوم وكانك مريح عندي، يا اما بقى تسيبني اسافر لوحدي. لا كده ولا كده، وما تنسيش احنا بينا اتفاق. انا عندي حل تاني. اسمعي، اخويا يجيب لي ابني هنا اطمن عليه واشوفه والعب معاه شويه. ده برضه مش في الاتفاق. بعدين العبي معايا بسمتك، اللعب معايا في احسن منه. سلام. جزاك الله كل خير. شوف يا طه يا ابني، الحب ما هوش عيب ولا حرام. الحب الحقيقي، الحب الحلال مباح. الرسول عليه الصلاة والسلام أحب السيدة عائشة رضي الله عنها، وأنت بتقول إنك بتحب البنت دي حب حقيقي. يا مولانا أنا أعرفها وهي لسه عيلة صغيرة بتلعب فوق السطوح. ده احنا كبرنا سوا وحلمنا سوا.
وفرحنا وزعلنا برضه سوا. وجلال الله يا مولانا، انا في كل الستات اللي خلقها ربنا ما شفت حد غيرها، ولا عمري تمنيت حد غيرها. ربنا يعلم يا طه ايه اللي جوايا من ناحيتك. ما احبش اشوفك في دقيقه ابدا، واحب اقول لك ان عقيده المؤمن بتخليه دايما متفائل، وان الدي بعد فرج باذن الله. يا مولانا دي قفلة الباب بكل الترابيس والمفاتيح. قد يكون الفرج في غيرها يا ولدي. هذه البنت ليست كل نساء الدنيا. انسى امرها تماما، ما تزعلش نفسك. وبعدين عشق امرأة أم عشق الجهاد؟ حب الله أم حب امرأة؟ ربنا يبارك فيك يا مولانا، انت طمنت بالي وريحت قلبي. خلينا بقى في المهم. الجامعة بكرة مش هتكون زي كل يوم، وأنا عايزك يكون لك دور قيادي يا طه. انت تابع ايه تنظيم؟ انا ماليش تنظيم. احنا لقينا عندك كل الكتب اللي تأسست عليها كل التنظيمات، كانت عندك بتعمل ايه؟ حاسس الكتب مش ممنوعة، وبعدين دي ثقافة. عيب قوي تكذب على واحد بيحاول يساعدك. وبعدين ده استخفاف بيا، انا ما احبوش لنفسي. يا باشا انا كنت ماشي في المظاهرة وبس. العمارة اللي ابوك بوابها ساكن فيها ناس اكابر قوي. تعرف مين فيهم؟ اعرفهم كلهم يا باشا. اكيد بقى تعرف الاستاذ حاتم رشيد. طبعا يا باشا. تعرف ايه عنه؟ صحفي محترم، رئيس تحرير جورنال لوكير. وايه تاني؟ وبس يا باشا. شفت ازاي بقى ده كذاب؟ يا ترى هنعرف كل حاجه عن كل الناس. نعرف اللي ما تعرفوش عن امك ولا على ابوك. طب انت تعرف ان امك كانت متجوزه واحد قبل ابوك؟ انا اول مرة اسمع الموضوع ده يا باشا. وبسألها لما تخرج، شوفها هتقول لك ايه. خلينا بقى في حاتم رشيد. هو لا مؤاخذة يعني، هو لا مؤاخذة شاذ. حلو. يعني ايه شاذ يا طه؟ يا باشا ما انت لسه قايل احنا بنعرف كل حاجة. خلاص يا طه، هنعمل فيك زي ما بتعمل في حاتم رشيد. واحنا عندنا ناس بتعمل الحكايه دي كويس قوي. قلت ايه؟ العهدون.